تخيلوا كده معايا شاب عربي من بلدنا، مش من قوة عظمى ولا دولة متقدمة وتكنولوجيا وكده، لكن دخل في سكة دماغه دي كانت كنز حقيقي في عالم البرمجة، خلت دول كبيرة زي أمريكا تحت خط اسمه أخطر المطلوبين في العالم. الحكاية اللي هحكيها لكم دلوقتي مش مجرد حكاية، دي رحلة معقدة جدا وابتسامة غامضة حيرت ملايين الناس. تفاصيل القصة اتحكي دلوقتي عن حمزة بن دلاش. ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد سعيد. لو اول مره بتشوف قناتي انا بتكلم عن القصص والحكايات. لو بتحب النوع ده من المحتوى متنساش تشترك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان تشوفني تاني، وجهز مشروبك المفضل، عايزك تستخدم خيالك معايا. قصتنا بتبتدي بالقرصان المبتسم، وازاي شاب عادي يتحول لاخطر حد مطلوب في العالم، وبالاخص يتحول لاخطر هاكرز في العالم، وايه اللي خلاه يبتسم في قبضه العداله. هنتكلم شويه عن حمزه شاب جزائري اتولد سنه 1988 وتخرج مهندس في الاعلام الآلي من جامعة باب الزوار سنة 2008. من صغره كان باين عليه انه ما كانش طالب عادي، كان عنده دايما فضول غير طبيعي للحاجات اللي ليها علاقة بالانترنت والبرمجة، وما كفهوش المنهج الدراسي، وكان بيحب تفاصيل البرمجة ويتعمق في الدراسة بتاعتها، وكان بيتعلم لغات البرمجة المعقدة، وكان بيقضي ساعات طويلة عشان يفهم الأنظمة دي بتشتغل ازاي من جوه، وازاي ممكن يتم اختراقها او يتم تطويرها. موهبته دي كانت ممكن توجهه لشركه برمجيات على مستوى عالي جدا، كان ممكن يبقى مطور عبقري جدا او خبير امن معلومات يحمي بيها ملايين الناس والشركات. لكن حمزة لاسباب كتيره تانية ومعقده اختار طريق تاني خالص، طريق خلاه يخش العالم السري او عالم الهاكر، عالم مظلم ومفهوش اي قوانين، بس كان فيه تحدي وجاذبيه خاصه لاصحاب العقول العبقريه. اسمه بقى مرتبط بفيروس اسمه هسيبهولكوا هنا، وده ما كانش مجرد فيروس عادي خالص، ده كان وحش الكتروني بمعنى الكلمه. الفيروس ده كان يقدر يعمل حاجات كتير قوي، يسرق بياناتك البنكيه او ارقام الفيزا او كلمه المرور بتاعتك، وكمان يقدر يتحكم في جهاز الكمبيوتر بتاعك، وده كله من بعد ومن غير ما تحس. بس حمزة ما كانش بيشتغل لوحده، كان جزء من شبكه ضخمه وعالميه ومتطوره وبيقودها قراصنه تانيين من روسيا ومن دول تانيه. ودور حمزة هنا كان محوري جدا، انه كان مسؤول عن تطوير اجزاء معينه ومعقده في الفيروس ده، وكان بيبعته ويوزعه على ملايين الاجهزه. تخيلوا اكتر من 60 مليون جهاز اتصاب بالفيروس ده، ومعظمهم كان من امريكا واوروبا. الملايين دي كلها مش بس اتقرصنت، دي سرقت بنوك وشركات كبيره جدا. الشبكه او العصابه دي قدرت تسرق تقريبا 200 مليون دولار من اكتر من 200 بنك ومؤسسة عالمية على مستوى العالم. الموضوع ما كانش مجرد سرقة عادية، ده كان ضربة قوية للاقتصاد العالمي، لدرجة ان حمزة بقى من اخطر المطلوبين في عالم الهاكر على مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي لمدة 5 سنين ورا بعض. حمزة كان مجرد شبح بيطاردوه محققين من كل دول العالم، كل مرة كانوا بيحاولوا يقربوا منه كان حرفيا بيختفي. المشكلة كان بيتنقل لكذا دولة، بيستخدم هويات مختلفة ومزورة كلها، وبيستخدم أحدث التقنيات إخفاء الأثر في عالم الانترنت. كان أشبه حرفيا بلغز. لكن في يناير في 2013 المطاردة دي وصلت للنهاية. حمزة اتقبض عليه في تايلاند، تحديدا في مطار بانكوك، وهو كان رايح طريقه من ماليزيا لمصر. لحظة القبض عليه كانت النهاية بالنسبة له وما كانش متوقعها خالص. لكن الغريب هنا حمزة ما كانش بيقاوم ولا كان حزين خالص ولا كان حتى متفاجئ، بالعكس في كل الصور اللي اتصور في لحظة اعتقاله كان بيضحك، ابتسامة غريبة، ابتسامة هادية وكأنها بتقول أنا عارف إيه اللي بيحصل. وده كان متوقع. الابتسامة دي هي اللي خلته ياخد لقبه اللي بقى معروف بيه عالميا، القرصان المبتسم. الابتسامة دي أثارت جدل ضخم في العالم كله. إيه هي معنى الابتسامة دي؟ هل الابتسامة دي بتتحدى السلطات اللي قدرت تمسكه، ولا ابتسامة كأنه خلص مهمته، ولا ابتسامة بتخفي رسالة معينة؟ الابتسامة دي حركت ملايين على السوشيال ميديا وخلت ابتسامة حمزة مش مجرد خبر اعتقال هاكر. بعد القبض على حمزة قصته هنا ما انتهتش، بالعكس ابتدت رحلة جديدة عن الجدل والخرافات، وبالتحديد في العالم العربي. في ناس كتيرة شافوا ان حمزة ده كان بطل شعب، واخبار محدش قدر يأكدها بتقول ان حمزة استخدم جزء كبير جدا الفلوس اللي سرقها في اعمال خيرية، بتقول برضو ان اتبرع بمبالغ عالية جدا، واستخدم برضو ملايين الدولارات لمساعدة الشعب الفلسطيني ويمول المشاريع في دول فقيرة. ده اللي الناس خلوه يشوفوه بطل حقيقي عشان يساعد الفقراء والمظلومين. لكن المعلومة دي محدش متأكد منها، وكان في جزء من العالم كانوا شايفين ان حمزة ده مجرد مجرم الكتروني
زي امريكا واوروبا شافوا ان ده مجرم كان بيهدد امن البنوك بتاعتهم، وعرض بيانات البنوك والمشاريع للخطر والسرقه، وهدد برضه الاقتصاد العالمي. مهما كانت نوايا حمزه بن دلاج لكن افعاله كانت غير قانونيه، وعمل جدل لنفسه واتحكم عليه بالسجن في امريكا، وانتهت رحلته هنا كقرصان. لكن قصه حمزه بن دلاج ما خلصتش هنا. حمزه كان مثال حي على موهبه واحده في الكمبيوتر ممكن تهز مؤسسات مالية ضخمة وتلعب في اقتصاد دول عالية جدا. فيديو النهاردة بيطرح لنا سؤال مهم جدا: ايه هي استخدام الصح للتكنولوجيا؟ قصة حمزة بتورينا قد ايه العالم بقى متصل، وقد ايه اي ثغرة امنية في اي مكان ممكن تأثر على ملايين الناس والشركات في اماكن تانية خالص. دي كانت نهاية الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان تشوفوني تاني في الفيديوهات الجاية.